رمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بألف خير. كلنا كبشر معرضين انه نغلط، وكلنا نحتاج نصيحة وتذكير بهواية امور، لكن طبيعة الحياة خلتنا كل واحد وحده، ومرات هواية نحتاج احد ينصحنا او نتناقش وياه ما نلقى هذا الشخص. لذلك سوينا هذا البرنامج حتى نتبادل وجهات النظر، وحتى نسمع من عندكم كل واحد شنو علمته الحياة. علمتنا الحياة انه اذا الكل سوى شيء غلط ما اصير اني مثلهم واقول يلا هي بقت علي. اي بقت عليك، لان انت جزء من المجتمع، واي جزء من المجتمع حتى لو كان جزء صغير اكيد له تاثير بهذا المجتمع. هاي اللي بقت علي هي اللي ساعدت بنشر هوايه امور سلبيه، وخلت اللي يسوي صح الناس تستغرب منه وتقول هذا شبيه مختلف عنه. الإشاعة مثال بسيط عن عادة سيئة جدا بالمجتمع ومنتشرة كلش هواية، والناس دا تساعد بانتشارها. يعني مثلا واحد شخص اجا واحد قال عليه حكاية مو زينة او صفة مو زينة، هاي راح تنتقل لهواية ناس، وذول الناس راح يظلون ينقلوها لحد ما يصير هذا الشخص معروف بالمجتمع بهاي الصفة المو زينة، وهاي قيسها على هواية عادات بالمجتمع دا تنتشر بهاي الطريقة. اما بالنسبة للمختلف والملتزم بالصح احب احييك واصفق لك هم، انت استمر بعمل الصح، لان انت قدوة وهواية ناس ممكن تتعلم منك. لان مثل ما قلنا التصرف الصح بوسط هواية تصرفات غلط راح يكون شيء مختلف طبعا بالنسبة اللي يسوون تصرفات غلط، اما بالنسبة اللي يسوون تصرفات صح راح يكون شيء مميز وجدا مؤثر بهذا المجتمع، راح يكون مفيد بالنسبة للكل، لان انت لا اراديا راح تكون مثال حسن وراح تنطي تأثير ايجابي لكل الناس اللي حواليك، والصفة اللي انت دا تسويها راح تنتشر بالعالم وهي صفة جيدة. فرجاء بدال ما تقول بقت علي، ابدي انت بنفسك وغير عاداتك السيئة الى عادات ايجابية، وصدقني بمرور الوقت راح تلاحظ اكو تغيير كلش ايجابي بالمجتمع. لهنا وصلنا لنهاية هاي الحلقة، اتمنى تكونون استفاديتوا ولو بشي بسيط من هالحلقة، واريد من عندكم تكتبوا لي عادات سيئة بالمجتمع انتو شايفيها، واريد هم تكتبوا لي عادة سيئة بيكم وحولتوها لعادة ايجابية. اشوفكم بخير بالحلقة الجاية، السلام عليكم.